صباح الخير، صباح البرتقال، صباح كل حاجة حلوة. النهاردة هنعمل أحلى مربى في الدنيا، مربى البرتقال. يعني بصوا، طعم وريحة وحاجة كده جميلة، يعني مش هقول لكم ازاي. عندنا برتقال. أول حاجة خالص هنبتدي البرتقال. تجيبي عادي أي برتقال عندك، أي برتقال يعجبك، بس أنا بحب البرتقال الفلاحي، يعني اللي هو الصغير ده بيبقى طعمه أحلى شوية. فكان ميكس عندي من الكبير ده والصغير. عندنا ملح خشن ومي. دي اول حاجة خالص هنبتدي نعملها. اول حاجة تاخدي كده البرتقانة، تمام، وتاخدي شوية ملح في ايدك وتدعكيها كويس، لان الملح اولا بيشيل كل الايه لو في اي حاجة في القشرة، يعني لان احنا هناخد القشرة. تمام، نبتدي كده. اهم حاجة تدعكيها كويس قوي. شايفين شكلها؟ اي حاجة بقى في البرتقانة هتخرج موجودة في القشرة، يعني بعد حتى ما تغسليها برضو نعيد تاني غسلها. طيب كده هدعكهم بقى واخلصهم واغسلهم. بتغسليهم تشطفيهم في المية عادي، طبعا انا هغسلهم بقى تحت المية وارجع لكم تاني. كده احنا خلاص اهو غسلناها وتمام، مفيش مشكلة. هنبتدي نشي فيها بس كده. نشي فيها بس من الايه، من المية. خلاص هنبدأ بقى نكمل الوصفة بتاعتنا. هنا بقى هناخد البرتقانة كده، نجيب المقشرة بتاعة البطاطس ونبتدي ناخد القشر اللي هو البرتقاني ده بس. شايفينه اهو، ما فيهوش الابيض ده. اهم حاجة ما تاخديش الابيض عشان المربى ما تبقاش مرة عندك. ناخد بس اللي هو الايه، الاصفر. طبعا شايفين، لا دي مش. غير المقشرة، هناخد بس الايه، الاصفر. لو البرتقانه خشنه شويه هتيجي معاكي ايه، اسهل. دي عشان ناعمه تبقى صعبه شويه. طيب خلينا اخد دي. شايفين؟ طب هاخد كل القشر ده اللي اصفر ده بقى براحتي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الايه، الفيديو. طيب احنا خدنا اهو، شايفين؟ على قد ما احنا ايه، يعني عايزين، يعني تاخدي تقشري زي برتقانتين ولا حاجه. تمام، هنبتدي بقى نقشر البرتقال نفسه، يعني نشيل بقى الايه، القشر بتاعه. القشر ده ما بنرميهوش، احنا بنستعمله مطهرات في البيت. هعمل لكم فيديو بالبرتقال، قشر البرتقال والليمون، استفندي، اي قشر موالح عندك هنبتدي نقشره. اهم حاجة ان انت تشيل الابيض ده، الابيض ده كله مش عايزينه لانه بيمرر. انا هوريكم بس في اول برتقانة عشان ما يبقاش الفيديو ايه طويل عليكم وتزهقوا مني. بصوا كده بنقشر. عندك سكينة اللي هي الموز دي بتاعت السريعة دي، او بسكينة التشفية دي، هتقدري ان انتي تقشريها بكل سهولة. هنا كده نضفنا البرتقال. هنعمل ايه بقى؟ انا هوريكم علشان ايه، يعني اروح اقشر الباقي. احنا عندنا البرتقانة اهي،
شايلين منها كل الابيض مش عايزينه. بنيجي هنا كده وتقومي شايله الفص. شوفي هنا تاني اهي الحرف الصغنن ده. الجلده دي لا، الجلده دي بقى بتمط ومتبقاش حلوه. يعني نعمل برتقان، مربى برتقان على الايه، على اصولها. يعني انا بعملها كده، انا معرفش بقى غيري بيعملها ازاي، بس انا بعملها كده. تطلعي الفص ما باخدش الجلده، بس لازم يكون معاكي سكينه تكون حاميه. تمام. وايدك تبقى جوه الطبق اللي انتي هتشتغلي فيه، عشان كل العصاره بتاعه البرتقان تنزل فين؟ في الطبق. اهو سهله جدا على فكره، مش صعبه ولا اي حاجه. انا عملتها، بعملها قدامكم اهو عشان ايه؟ تشوفوها. البنات اللي هم العرايس الجداد، ابهري جوزك بقى بمربى البرتقان، قولوا له لا مش هنشتري، استنى هعمل لك واوريك. شطرتش. الجلدة دي لا، خد الفصوص اللي هي لحم البرتقانة يعني، عشان اخد الجلد. طيب هي كده دي خلاص اهي. ده بقى نرميه؟ لا، نعمل ايه؟ نعصر. ناخد كل حاجة في البرتقان. شايفين العصير؟ الجلد ده بقى كله ملوش لازمة اهو، شايفينه؟ ده ملوش اي 60 لازمة. يعني احنا خدنا الايه المهم اهو. خلص بقى وارجع لكم تاني. شايفين انا اهو خلصت كله تمام. هنبتدي بقى ايه؟ نطحن دول، يعني فتفتهم كده عشان ما يبقوش يعني جامدين كده، لا احنا نقطعهم حتت صغيره. هحطهم في المطحنه دي اهو. ممكن تقطعيهم بالسكينه على فكره، يعني حسب ما انت عايزه، بس انا بحبهم يعني ايه، يبقوا جوه المربى كده صغنطتين، ما يبقوش كبار. تمام. يعني خبطتين كده. ادي احنا خلصنا اهو. هما مش هياخدوا حاجه، ياخدوش وقت يعني. شايفين؟ طيب هنبدأ مع بعض ونشوف المعيار بتاع السكر اللي احنا هنستخدمه. تمام. ادي معيارين دول، كل واحد لتر. تمام. هملة ده بالايه، بالبرتقان بتاعنا، عشان نعرف انه مثلا لتر. ادي لتر مثلا، خلاص. ادي اللتر بتاعنا. اللتر ده هنا لتر برتقان، هناخد 250 جرام سكر بس، ما تاخديش اكتر من كده عشان ما تبقاش مسكره ووحشه. يعني هتبقى ملزقه جامد في بعض. ادي هنا ده 300، هنشيل منهم شويه. انا ليه حطيت كده بتوعتين؟ عشان ده هيبقى مبلول طبعا، فمش هعرف اقيس ايه فيه. برضو نشيل شويه كمان، عشان انا فضيت 300 وانا عايزه 250 بس. كده 250. تمام. نجيب الحله بتاعتنا اللي هنعمل فيها اهو، وهنحط البرتقان
هنحط عليه السكر 250. حط قشر البرتقال، خلاص اهو. وهنحط كمان معلقه عسل جلوكوز، وادي معلقه العسل الجلوكوز شايفينها، اللي هو العسل اللي هو بنعمل منه الشربات بتاع الايه الحلويات اهو. هنحط بقى ده كله على النار، تمام. ولما يطلع الريم هنشيله وهوريكم هنعمل ايه. هنا اهي البرتقال على النار، تمام. اول ما يبتدي يطلع الريم هنبتدي ايه نشيل برتقال اهو، تمام. اول ما يبتدي يطلع الريم هنوطي عليه ونشيل الريم بقى اللي بيطلع، علشان ايه الريم ده بيفسد المربى يعني، تمام. متخلوش النار عاليه قوي عشان انت ايه ما ينحرقش منكم وما تستويش، لكن النار تبقى مجرد ما يغلي كده خلاص احنا بنوطي النار. ادي الريم اهو، هنشيل الريم ده خالص ملوش لازمه. كل ما الريم يطلع بقى هنشيله. شايفين المربى، شايفين لونها جميل ازاي، وطعمها بقى مش هقول لكم قد ايه جميله. ولو اول مره تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. شكرا على المشاهده، مع الف سلامه.